السلام عليكم ورحمة الله. منتخب السعادة خرج قبل قليل في مباراته المفصلية ضد المنتخب الإيراني. خرج من الباب الكبير، دخلوا البطولة صغار وخرجوا كبار. هزيمة من المنتخب الإيراني في ضربات الحظ، ضربات الترجيح. سيروا المباراة برجولة وأداء رجولي. الكثير على فكرة كان يتوقع أنه منتخبنا يخسر أمام المنتخب الإيراني ب4 أو 5 لما يمتلكه المنتخب الإيراني من عتاد وعدة وعمالقة. منتخب قوي، مع ذلك منتخبنا كان ند للمنتخب الإيراني ولعبوا برجولة. كان فيهم شدة باس اليمني وعزيمة اليمني ضد الظروف وضد أي شيء في الحياة. الحمد لله رب العالمين. هارد لنا جميعا، لاعبين، جماهير، محبين، مناصرين، هارد لكم جميعا. منتخبنا شرفنا وخرج من الباب الكبير. طبعا أنا شفت دموع اللاعبين وحزنت حزن شديد جدا، وتبادر إلى ذهني التجار والمسؤولين، مسؤولين رياضة البلد. ادعموا هذا المنتخب، ادعموهم. ما ينفعني تدعموهم في أوقات الانتصارات والإنجازات، كل واحد يتصور على أساس أنه هو صاحب الإنجاز. لا، الآن يحتاج الدعم. الآن هذا المنتخب يحتاج الدعم المعنوي، الدعم المادي، قرنقش الدعم المادي. ادعموهم لأنهم أبطال، حتى إذا لم يصلوا إلى ما يصبوا إليه. كان أملنا أنهم يتأهلوا إلى كأس العالم. اجتهدوا وعملوا بإخلاص وجد وتفاني ولم يحالفهم الحظ. إذن كرموا هذول الناس اللي اجتهدوا علشان يوصلوا، وحتى إن ما وصلوا ادعموهم. ادعموا صغارنا، اغرسوا فيهم العزيمة، بينوا لهم انه في ناتج حتى وان ما وصلوا، بس كفيتم ووفيتم، ما قصرتم، وادعموهم. لا تقصروا مع هذا المنتخب، ونحن كالجمهور بدورنا لا نقسو عليهم، ونقول قدر الله ما شاء فعل، وهارد لنا، معوضين ان شاء الله في بطولات قادمة. اخوكم بايع العسل.